اشكالات في اقتناء العوائق باش يكون المستوى التنظيم في مستوى عالي جدا. اكيد يعني اللي وصلنا ليه لحد الساعه اللي لحد كنهضر معكم قبل انطلاق افتتاح اليوم الغد، تنظيم على ما اظن يعني وصل واحد المستوى، ما نقولوش 100%، ولكن الحمد لله وصلنا واحد النسبه اللي هي على ما نعتقد جد مشرفه. ونتمنى ايضا في يعني غدا ان شاء الله غادي البطوله تكون ان شاء الله غادي نوصلوا مع الاستمرار في الايام تكون الايام المقبله. اكيد سنضربكم مجموعه من الهفوات ومجموعه من الاخطاء غادي نكونوا عند مستوى حسن الظن سواء المتتبعين الشان الرياضي او خصوصا هذه البطوله ما كتركز على الجانب، ما غاديش تركز على الجانب الرياضي بقدر ما نركزوا على الجانب الصوره والسمعه ديال المغرب. ان شاء الله غادي نكونوا عند حسن الظن الجميع، وشكرا. دوري كنحب بالحضور اللي كنتمنى يواكب معنا الدوره اللي نتمنى تكون ناجحه بكل المقاييس. ولكن صراحه انا غنقول السي الحاج الاخوان اللي كنت نتخوف منه وعلمت عليه في ندوه صحفيه في مدينه الناظور، قلت كنتمنى هاد الوجوه اللي حاضره معنا في هاد الندوه واللي عطات وعد انها تدعم نلقى نهار الافتتاح. كيبان بالملموس الكلام اللي قلت حنا وصلنا ليه، ان الناس اللي عطاو الكلمه وعطاو الوعد انهم يساندوا الى الناظور، كيبان بالملموس انهم خلفوا الوعد، وبالتالي بقى النادي وحده كيتخبط في هذه المسائل. في الاخير انا ما غاديش نكون ثقيل عليكم، ولكن ضروري نخبركم اننا لقينا مشاكل كبيره في وصول جميع الانديه اللي غتشارك في البطوله. عندنا مشاكل ديال كاس الدول واللي عملنا جاهدين باش يحضروا معنا، مع كامل الاسف وتحمل مسؤوليته وزاره الخارجيه لم تساعد الناظور في تنظيم البطوله، وبالتالي حرمت 3 ديال الدول باش يحضروا. الدوله الاولى هي الشقيقه ليبيا، ما تكونش مبتلى 2 ديال الانديه. ثانيا نيجيريا اللي ما غاتجيش تشارك معنا حتى الان اللي كنهضر معكم. كامل الاسف كنتمنى يكون الخبر صعب، ولكن لحد الان باقي ما توصلوش 3 الانديه ديال نيجيريا بالرخصه ديال الدخول التراب. هذا بطبيعه الحال يكون عنده تاثير على البطوله، ولكن اللي نوعدكم ان مجرد ما تسالي الندوه الصحفيه عندنا لقاء سكون ابل ريونيون تكنيك ديال لا كومبيتيسيون عليها. حنا عندنا مشروع تالي كنعتبروا لكم مشروع اللي كنا بعثناه لكم، ما بقاش هو مشروع رسمي ديال البطوله، مشروع رسمي غنوزعوه مع الساعه العشيه في لا ريونيون تكنيك مع رؤساء الانديه. بدايه بالنسبه للسي يزيد، خلينا كاين 3 ديال الدول، عطانا غير 2، عطانا ليبيا ونيجيريا. ليبيا جوج الفرق. لا انا الثالثه حيت في المطار رواندا، الفريق الرواندي هو الان في المطار. ما عرفتيش واش يدخل ولا ما يدخلش. هو لحد الان الناس اللي مساعديننا السي مدير الرياضه السي زروال اللي قايم بجهود جبار، انا شخصيا ما كنخاف من حد. الوحيد اللي يمكن نشكرو قام معنا مجهود كبير بزاف. بطبيعه الحال سيدي ندوب مع الاخوان، كنهضر على المستوى المركزي. السي زروال حتى في 2 الليل ما خصوش يتقال هادشي، ولكن سي بيان دوماج جو بو با كاشي تو. حتى 12 ونص الليل وحنا في التليفون وفي المطار باش نخرجوا الناس، وهذا الشيء واحد السؤال بعدا باش بالنسبه للسي زروال مدير الرياضات بوزاره الشماليه على مستوى بلاصه. اول بطوله بصح اول بطوله انا عضو الاتحاد الدولي وعضو الاتحاد الافريقي، اول بطوله في حياتي كنشهد ان حكام كيبقاو في المطار 4 ايام. علاش؟ رفضت تعطى لهم الفيزا 4 ايام وحكم في المطار.
انا كنهضر على الخارجيه المغربيه اللي هضرت عليها، قلت بانه الوسائل ديال الدول ما تسمحوش للفرق ديالهم انهم يدخلوا للمغرب، ما ساعدتكمش وزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه اكيد انها عطات المبررات ديالها واللي ما ذكرتوها لناش، وكنتمنى انكم توضحوا اكثر حول هذا الموضوع. شكرا. ان الجامعه كتكتب لوزاره الشباب والرياضه في 15 يوم كتطلب منها انها تكتب للخارجيه باش تكتب للسفارات ديالها المعتمده تعطي لي فيزا لهاد ليزيكيب اللي غيشاركوا ولا الحكام ولا لي ديليغي. هذا هو القانون. حنا دار الاجراء وقلت عاوتاني وغنعاود نشكر السيد مدير الرياضه السي عفوان اللي بعث في الاجال القانونيه لهاد المسؤولين ديال الخارجيه وبعثنا عاوتاني تذكير. وحتى انا قلت حتى البال ما عرفناش ليه. ودابا نيجيريا الان هما جالسين في السفاره في ابوجا ما عندهمش رد، ما قالوش لهم السبب. ملي كيقول لك السفير ديال المغرب في نيجيريا سير تنعيط لك باش تاخذ الفيزا وكتبقى تحلم انت غيعيط لك، هذا الشيء اللي واقع ما كاينش تبرير. اما ليبيا كلنا كنعرفوا التبرير اللي كاين، ولكن كنلاحظوا ان في رياضات اخرى تعطات تاشيره ليبيين. علاش قلت لك ما تعطاش؟ هذا هو السؤال اللي كيطرح. كنتمناو انه باش ما نوصلوش هذاك الانغلاق، بغينا نعرفوا هذه المؤسسات، اسماء المؤسسات التي ساهمت، اسماء المؤسسات التي تراجعت، واسباب التراجع ديالها باش تكون الافاده اكثر. وشكرا مره اخرى لكم. كانت عندنا جلسه مع الرياضيه اللي غادي تثبت المقابلات ديال البطوله. الرياضيه كدير السكوت ديالها الان الاشهار ديال البطوله. كانوا مشاكل قبل اللي تحلوا وغادي يكونوا الاخوان ديال الدوزن كذلك. عندنا 24 صحافي من التلفزه المغربيه اللي حاضرين ندير النظور، فيهم التقنيين وفيهم المذيعين وكذلك التقنيين اللي غيحضروا. الانديه اللي حضرات وانا مستعد ندير معكم دور على الانديه اللي حضرات منبهره بالمدينه، عجبها الحفاوه ديال الاستقبال. اي بطوله بغيت نشرح لكم، اي بطوله الا البدايه ديالها النهار الاول والثاني ما كتشدش داك الوريت، كنبقاو غاديين. غير انا كنت معكم صريح اكثر لان نقدر نكونوا في بلاد اخرى وما نقولوش هذا الهضره، ولكن انا بغيت تعرفوا ان في الدول اللي حضرت ليها السابقه وانتم قلتوا في كلامكم انني كنت حاضر وقلت بالحرف كنتمنى نشوف هذه الوجوه ديال المسؤولين اللي وعدوا بمساعده هلال الناظور نشوفهم في البطوله. وتخوفي كان في محله كمغربي، ولكن كعودة حقيقة كنقول لكم ان الانديه اللي حاضرين ولا الحكام، وهذه اول مره في المغرب كيدار جي في بلادنا، كيدار باساج دو غراد وكيحضر ماشي عضو الاتحاد الدولي عادي، كيحضر خبير. كاع داكشي اللي كتشوفوا في كرة اليد في التحكيم في مجال التحكيم هذا الشيء جديد. هذا السيد اللي حاضر معنا في هذه الدوره هذا الاسباني هو اللي كينضر، هو اللي كيوجه هذا الشيء كاع اللي كتشوف في قوانين اللعبه. انا غادي نهضر معكم على النقطه اللي خاصه بالرعايه. ممكن معنا ممثل الوزاره جاتنا المراسله، كتبنا جاوبنا، داروا معنا نمشيو نسلموا الوثيقه. نفس العمليه وقعت لنا في الشامبيون دافريك ديال 2012 ديال لي ناسيون حتى بدات البطوله عاد جات. المهم اللي عندنا حنا الخبر هو ان جانا المراسله اللي جاوبنا عليها على اللقطات. كيقول ان شكرتم ازيدنكم، تكون على الواقع، ما نبخسوش العمل اي واحد من الواقع ديالو. الوحيد اللي وقف معنا في هذا التنظيم شكون مع الواقع. انا لا اتمنى الى احد وما كنبغيش شي واحد يعتذر ونعتذر. الوحيد الرجل اللي وقف معي في تنظيم البطوله هو عامل صاحب الجلاله يا اخي، تشكرك الخالصه، سواء بالنسبه للبنيه التحتيه ولا بالنسبه للطريقه ديال التنظيم ولا بالنسبه للوفود، حتى ولينا في المستوى اللجنه المنظمه كدير الدور ديال هيئه المنتخبات. كيما تسمع ما ضروريناش
يقول الصباح اللي كان مفروض مثلا سي الامن والامانه ديما واحد الضوء اخر او اللي كتسبق غير التروطوارات والسلوان والعربي او كيلو الصباغ ما عطاوليناش كيلو الصباغ هذا اللي ماشي منطق. عاد اكيد انا معكم انهم ماشي مؤسسات المواطنه. اليوم نقول لك اكبر مؤسسه صناعيه في المنطقه هي السوناسي. سي العابد عدد مرات كنعيطوا عليه، كان جلسوا في البيرو ديالو، كان الشعور في اطار باش يمشي معنا يخرج معنا في اطار باش يكون معنا سبونسور ولا يكون باردوني ولا في هذا الشكل. ولكن اي ناس يمكن الا كيبغي واحد يحلو ولا يهز الجنوي يمشي يضربو. طريق المكتب الناس كنرغبوا ولادو والتشجيرات كنسقوا في الفوق كنستناو فوق اش يوصلوا. هذه المطرح اللي كان مفروض كان امكانيات ماديه نفوتوا شي شركه اللي تكلف هذا الشيء ما تخدم مع الناس. نشوف واحد يقول لي انا نجي الحبس غتجيني الجمعيه الكفتا وكون معك واقعي لحد ما الكهرباء. وزيد نقول لكم نهار اللي هضرنا على المؤسسات الفندقيه كاع كيتصلوا بقاو هذا على سليمان الزواج الشوارع. ولكن نقول الحقيقه انا ماشي منطق. انا اللي كنت واحد الوحيده كندير فريق نوغيدو شي نقول لكم كومبليت وي فيها ديجوني فيها مدينه فطور والغدا والعشاء. حنا موالفين جد افاق واش نبدا فتح الباطل الجيش الملكي على البطوله الوطنيه ما كنديباسيوش 350 درهم. وصلت درجات ناحيه 700 درهم 700 درهم للفرد الواحد دوبل 150 افراد قل من الملكي واش ناحيه بحال الملكي ونزيدكم كاين فوق ناخذها صحيح يبقى عاود نكررها. كاين فوق تريبل قال لي 2100 درهم 2100 درهم. وهذه الناس فاش دايرين لنا البلاسبورت فاش دايرين غير لي بات كيكتبوا لي بات اللي دار هذه مش حيس اللي يخدموا في الواقعي والضعف عندك دها مرات اخرى 3 مرات. واش كيكتبوا هذا الشيء